السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشاهدي ومتابعي حلويات مريم، حباب الغاليين ديالي، نتمنى لكم يا ربي دوام صحه والعافيه ان شاء الله يا رب. كيف ما العاده جيتكم اليوم ان شاء الله فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون عباره على حريشات صغار بدون بيض في الفرن، كيجيو شي حاجه اللي زوينه بزاف، كيجيو رائعين. نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، ينالوا الاستحسان ديالكم. غادي نجربوهم ان شاء الله وغادي تستمتعوا بهم فضلا منكم وليس امرا. كنتو كتشوفوا القناه ديالي لاول مره مازال ما مشتركينش معايا في القناه، ما تبخلوش عليا بانكم تشتركوا معايا في القناه، وذلك بضغطكم على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو، ايضا بتفعيلكم زر ديال الجرس هكذا دائما توصلوا معايا بجديد القناه. ايضا ما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم، ايضا ما تبخلوش عليا بانكم تبارطاجيو الفيديو مع حبابكم وصحابكم ايضا في مواقعكم التواصليه. نتمنى ان الفيديو غادي يوصلكم وانتم في تمام الصحه والعافيه ديالكم يا رب. كيف ما كتشوفوا معايا هادو هما الحريشات ان شاء الله اللي غادي نتقاسمهم معكم. كيجيو شي حاجه اللي رائعه، كيجيو غزالين، كيجيو زوينين بزاف، كيجيو هشاش، وكيجي فيهم واحد القرمشه اللي كتكون خفيفه وخطيره في نفس الوقت. نتمنى انكم تتبعوا الفيديو حتى النهايه باش هكا تعرفوا معايا على المقادير وطريقه ديال التحضير. فرجه ممتعه، مرحبا بكم باش هكا تعرفوا معايا على المقادير وطريقه. بسم الله على بركه الله. غادي نبدا معكم في المقادير. اللي حاجتي ان شاء الله ب 500 غرام ديال السميد الناعم اولا السميد الخاص بالبسبوسه. عندي كيس من خميره الحلويات 100 يعادل 8 غرامات. عندي الملح، عندي ملعقه كبيره من الدقيق، ملعقه كبيره من الزبده، عندي كاس لاروب ديال السكر سنيده اولا السكر الحبيبات، نصف كاس من الزيت، وعندي كاس من الحليب، عندي ايضا هنايا ملعقه كبيره من العنب المجفف اولا الزبيب صافي، وعندي هنايا ماء الزهر اللي حاجتي ان شاء الله منه زوج ديال الملاعق كبار. هنا غادي ندير الماء الزهر مع الزبيب باش هكا يتنفخ ليا فيه على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا. كنخليهم جانبا وندوزو على بركه الله باش نبداو نطبقوا في الوصفه ديالنا. مع 500 غرام ديال الدقيق كنضيف ملعقه كبيره ديال الدقيق، ايضا كنضيف كيس من خميره الحلويات اولا البيكين باودر ما يعادل 8 غرامات، الملح، سكر سنيده ربع كاس. غادي نمزج هاد النواشف هادو هما الاولين هكذا مع بعضاهم كيف ما كتلاحظوا معايا. في هذه المرحله غادي نضيف ملعقه كبيره من الزبده، على هذا الشكل. فقط كنحاول انني ننزل الكميه ديال الزبده هكا بالكامل. ايضا عندي ربع كاس من الزيت، زيت المائده، وغادي نحاول انني نبسس هاد المكونات هادو مزيان مع بعضهم، يعني حتى لين كتبسس ليا مزيان كيف ما غادي تشوفوا معايا. كنحاول انني نبسسهم مزيان، كنستمر هكا كنبسس فيها الى حين كتلبس ليا كل قطعه ديال السميد اولا كل حبه ديال السميد كتلبس ليا بهذوك السوائل اللي كنكون واضعه فيها، وضعت ليهم بهذوك الدهون، عفوا ماشي السوائل، الدهون. صافي كنستمر كنبقى هكا كنبسس فيها حتى لين غادي تبسس ليا مزيان. كتحاولوا انكم تفركوها مزيان لان هذه المرحله مهمه هكا في النجاح ديال الحريشات ديالكم. هانتوما شوفوا معايا، يعني كنحاول انني نفركهم مزيان مع بعضياتهم باش هكا كتجيني كلها هي هكا ملبسه، كل حبه ديال السميد ملبسه بديك الكميه ديال الدهون اللي انا عملت ليها. صافي هنا كنستمر معها بنفس الطريقه حتى لين غادي تبسس ليا مزيان مزيان مزيان، ورجع معكم ان شاء الله باش نكملوا التتمه ديال التحضير ديال الحريشات ديالنا. دائما ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وبالتشجيعات ديالكم والبارطاج ديال الفيديو مع حبابكم وصحابكم، وايضا في مواقعكم التواصليه تشوفوا معايا يعني كيفاش كترجع. هنا مباشره كناخذ هكا واحد الكميه اللي غادي نقرص بها هذوك الحريشات ديالي. كنحاول انني ناخذ هاد الكميه، كنحاول انني ناخذها من الخليط بنفسه باش هكا كتعطيني واحد الشكل زوين في الحريشات ديالي. هنا كنضيف هذاك العنب المجفف مع ملعقتان كبار ديال ماء الزهر اللي انا وضعت، وصافي كنبدا هكا كنلم بهذاك الكاس ديال الحليب. شوفوا معايا ما كنعجنوهاش، فقط كنبقاو هكا كنخلطوا فيها، وحنايا هكا غير كنلموها ما كنبقاوش نعجنوا فيها. الا عجنتوها غادي تفسدوا هذيك العمليه اللي نتوما كنتو عملتوها من البدايه ديال انكم كتبسسوا الحريشات ديالكم. من الافضل هكا انكم هكا كتبقاو غير يعني هكا هي كتخلطوا فيهم. هانتوما كيف ما كتلاحظوا معايا فانا كنخلط فيهم غير هكا بالاصابع ديالي. صافي هكايا وحتى كتخلط ليا كامله. راه هذاك الكاس ديال الحليب كافي انه يخلطها. هانتوما كيف ما كتلاحظوا ما كتضيفوش دفعه واحده لان كميه نوعيه لنوعيه ديال السميد فهي كتختلف. بالنسبه لي انا دخلت معايا كاس ديال الحليب كافي، كان كافي يعني الكميه ديالتي. صافي على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا كنبقى هكا كنخلط فيها حتى كنتاكد منها انها تخلطات لي مزيان. كنلمها كيف ما كتلاحظوا معايا، فقط هكا كنتاكد منها انها راه تخلطات مزيان، ما بقاش عندي تكتلات ديال السميد. صافي كنحاول هكا انني نجمعها وغادي ندوزو هكا باش نبداو مباشره كنشكلوا فيها. خليكم معايا.
صافي هنا كنجي كنبدا هكايا كنشكل فيها. عندي هذاك السميد اللي انايا زولته هكا باش ندرس به، كنبدا هكايا. فهنا الحجم راجع لكم نتوما، بغيتوهم كبارين ولا بغيتوهم صغارين. انا بالنسبه لي درتهم هذا الحجم هذا، درتهم يعني متوسطين، ماشي كبارين بزاف وماشي عاوتاني صغيورين بزاف. صافي على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا كنبقى هكا كنشكل فيهم. الا بانت لكم هكا شي حبه ديال الزبيب هكا باينه من الفوق، كتحاولوا انكم تدفعوها بالاصبع ديالكم هكا لداخل باش ما كتحرقش لكم في الفرن، يعني ما كيعطيكمش داك المنظر في الحريشات، داك المنظر كيجي كحل، كيجي هكا مفسد لينا الشكل ديالهم. صافي على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا كنستمر على هذا الشكل هذا. كنحاول انني دوك الحبات ديال الزبيب اولا العنب المجفف كنحاول انني ندفعهم لداخل باش هكا ما كيجيوش باينين على برا، باش ما كيتحرقوش ليا كيف ما سبق لي قلت لكم في الفرن. صافي كنستمر بنفس الطريقه هكا، كنستمر هكا كنشكل فيهم حتى لين غادي نشكل الكميه اللي عندي. في هذا الاثناء كنكون واضعه الفرن ديالي كيسخن، لان كيبغيو الفرن يكون ساخن جدا. صافي على هذا الشكل هذا كيف ما هو موضح قدامكم، غادي نستمر هكا كنشكل فيهم الطريقه اللي هي سهله بزاف. كيف ما قلت لكم في الكميه هكايا الحجم ديالهم كيرجع لكم نتوما. عندي انايا لاطه اللي مفرشه ليها ورق الطهي. صافي على هذا الشكل هانتوما شوفوا معايا كيفاش كيجي الشكل ديالهم زوين. كنوصفوهم في لاطه اللي مفرشه ليها ورق الطهي كيف ما سبق لي قلت لكم على هذا الشكل. غادي نستمر هكا كنعمل لهم هكا السميد من القاعده ديالهم ومن الوجه ديالهم، وكنزلهم هكا في هذيك اللاطه حتى غادي ننزل الكميه اللي عندي كامله بهذه الطريقه. هذه الطريقه اللي هي سهله بزاف. صافي هكا كنحاول انني نشكلهم، كنعمل لهم هكا كميه ديال السميد هكا في الوجه ديالهم. فهاد السميد كيف ما قلت لكم يعني كتعطيهم واحد التحميره اللي هي زوينه بزاف، بما انها كتكون مبسه وكتكون يعني فيها الخميره ديال الحلويات، فهي كتعطيهم هكا كتساعدهم على انهم يزيدوا يتحلوا لينا في الفرن. صافي هنا غادي نكمل هكا نستفهم ونرجع معكم ان شاء الله بعد ما نكملهم. وهنايا بعد ما كنكملهم كيكون عندي الفرن ساخن، كنشعل عليهم النار في الوجه ديالهم، كنخليهم حتى لين كيتشققوا ليا، عاد باش كنشعل عليهم من الاسفل ديالهم باش كيكملوا الطياب ديالهم. ورجع معكم ان شاء الله باش تشوفوا معايا واجدين. كانوا هذوما الحريشات ديالي، هانتوما كتشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجيو شي حاجه اللي زوينه بزاف، كيجيو رائعين. شوفوا معايا ان شاء الله في صحن التقديم. ما تبخلوش عليا دائما باللايكات ديالكم. مرحبا بكم. كانوا هادو الحريشات اللي اقترحتهم عليكم، نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، غينالوا الاستحسان ديالكم، وغادي نجربوهم ان شاء الله وغادي نستمتعوا بهم فضلا منكم وليس امرا. ما تبخلوش عليا بانكم تشتركوا معايا في القناه الا كنتم مازال ما مشتركينش، ايضا ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم بالتشجيعات ديالكم والبارطاج ديال الفيديو مع احبابكم وصحابكم، وايضا في مواقعكم التواصليه. نتمنى انني كنت عند حسن الظن ديالكم، قدمت لكم اشياء اللي كتستافدوا منها وكتستمتعوا بها. كيف ما عودتكم حلويات مريم دائما كل ما هو سهل وبسيط. والى هنا ان شاء الله غنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. دمتم في امان الله والى الملتقى ان شاء الله مع فيديو جديد مع وصفه جديده. مع الف سلامه.